ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو مش هقول لكم بقى تعملوا لايك ولا اشتراك في القناة ولا الكلام ده. عايزين ندعي لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب ينصرهم ويرحم شهدائهم، وبإذن الله تكون حرة ومستقرة في وقت قريب بإذن الله. فيديو النهاردة بقى عبارة عن ميكسات، يعني بقالها فترة اللي احنا كنا برضو جايبينها من فيديو اللي قبل اللي فات. فالنهاردة بقى بعد ما كان تفويلة طلع بعديه كذا محل عمل نفس الميكسات، فهنشوف بقى محل برضو عمل نفس الضجة. فالنهارده معانا متروس. قول يا دوحة. تفويلة النهارده بقى معانا بشكل مختلف، والبوكسات بقى مختلفة عن المكان. ايه ده؟ انا قلت تفويلة. متروس. يا نهار ازرق. متروس بقى معانا النهارده بشكل مختلف، والبوكسات بقى بتاعته والحاجات بقى الباكج الحلوه. بصراحه يعني بحب الحاجات اللي يبقى فيها ايه تخاطيف دي. برضو بيقدم لنا السندوتشات الميكسات بتاع التفويله. نشوف بقى الطعم مختلف ولا ايه. بس الاسعار بتاعته انا حاسس انها يعني غاليه شويه، مش غاليه قوي عن التاني، بس برضو يعني حاسس انها عاليه شويه. فانا جايب النهارده حلو وحادق، فهنشوف بقى الحادق وبعد كده نحلي. ويلا بينا ندخل باول حاجه معانا. المنيو فين يا اسطى؟ يا ابني المنيو فين؟ نسيت الاسعار. عدتهولك. المنيو فين يا عم؟ السندوتش ده كان بكام؟ مفيش حاجه تحت. المنيو يا عم ده كان بحاجه و20. اول حاجه معانا وهو سندوتش الشيدر سوسيس. نشوف كده من قريب الشكل بتاعه بصراحه حلو قوي، وزي ما انتم شايفين كده. السعر انا هكتبه على ايه؟ على السكرين، لان انا بصراحه مش فاكر. يعني انا مش فاكر هو فعلا كان تقريبا بحاجه و20 جنيه. في بكام بقى مش فاكر. طب يا رب يتاكل ازاي. بصوا بقى الشيدر بتبقى سايحه كده وعليها قطع سوسيس. طبعا جوده السوسيس انا شايفها مش الواو يعني. نبدا كده بقى نشوف ايه طعم الشيدر مع السوسيس. بسم الله. طعمها جامد قوي. طعم الجبنه الشيدر بالذات طعمها حكايه، وبصراحه مالي السندوتش زي ما انتم شايفين كده. السوسيس طبعا مش احسن حاجه بالنسبه كمان لسعره، بس السعر حلو برضو. والطعم السوسيس مش هقولك ان هو يعني ميت، بس شغال. بس الجبنه الشيدر هي اللي عجبتني قوي. فاول سندوتش معانا كان 100. ندخل على اللي بعد كده معانا ويلا بينا. اللي بعد كده بقى معانا ميكس فاهيتا لانشون، والتاني بصراحة أنا مش فاكر أوي. يا عم المنيو فين؟ مش فاكر والله. أو كان أيوه فاهيتا ميكس جبن. ده فاهيتا ميكس جبن وده فاهيتا لانشون. نبدأ الأول بالفاهيتا اللانشون، لأن الفاهيتا اللانشون ده أنا دقته في تفويلة ما كانش عاجبني أوي. نشوفه بقى في متروس. نبدأ بتاني حاجة معانا. ده كان سعره بصراحة برضو تقريبا 20. هكتب لكم الاسعار على السكرين لان انا نسيت المنيو اختفى. بسم الله. بصراحه الطعم ده احلى من التفويله بكتير. برضو اللانشون مش هقول لكم ان هو الواو، لان ده سعره 20 جنيه بس عباره عن نفس المكونات بتاعت التاني. كان زيتون وفلفل الوان ولانشون تقطع قطع محطوط عليه كده. يعني مش عارف بقى تتبيله كده، حاجه كده مديه يعني صوص زي باربيكيو او حاجه زي كده مسكره شويه. فبصراحه طعمه حلو مش طعمه وحش، فده احلى من تفويله. شوف بقى تالت حاجه معانا وهو فاهيتا ميكس جبن. زي ما انتم شايفين الشكل كده. هو عباره عن فاهيتا لانشون زي التاني بس فيه جبن بقى. شوف بقى نكتشف ايه الجبن اللي فيه ونبدا كده معانا. نبدأ بقى كده نشوف الطعم معانا. بسم الله. بصراحة ده برضو طعمه حكاية. والسندوتشات اللي عجبني فيها ان هي مليانة على الاخر. التفويلة برضو كان مليها بس ده اكتر. ده بقى عبارة عن ايه؟ ميكس جبن زي ما قلت لك كده. حاطط الجبنة الكيري على الجبنة الشيدر، وعليهم قطع كده جبنة رومي، فوقيهم بقى ايه اللانشون القطع اللي هي الفاهيتا.
فبصراحه طعمه حلو قوي. فانا انصحك لو انت عايز تجيب فاهيتا اللانشون، لا هات فاهيتا ميكس جبن، لان بصراحه طعمه احلى. عاملين ميكس حلو كده الفاهيتا اللانشون مع الميكس الجبن حكايه. كده بقى خلصنا الحادق من عندهم. بصراحه عندهم حاجات كتير قوي، بس انا قلت عشان ايه اختصر الفيديو كمان ما يطولش مني. جبنا بقى الحاجات اللي معظم الناس بتطلبها، ندخل بقى نشوف الحلو ويلا بينا. ندخل بقى على الحلو اللي معانا. والحلو اللي معانا النهارده انا جايب سندوتشين محملين شويه. اول حاجه هو الميكس الشوكولاته، والتاني حاجه اسمه المدلعه بزياده. المدلعه بزياده ده بقى يعني ايه، اي حاجه ممنوعه انت هتاكلها النهارده. نبدا باول حاجه الميكس الشوكولاته. مش عارف اشيله ازاي بصراحه، وده شكله زي ما انتم شايفين كده. نشوف بقى الطعم. هو عباره عن ميكسات شوكولاته، شوكولاته بيضه على شوكولاته سودا على الكور الحاجات الصغيره دي. نبدا كده نشوف الطعم. بسم الله. حلو بس تقيل قوي بجد، تقيل جدا. عباره عن كريمه كده في النص، حاطط لك بقى الشوكولاته البيضه والشوكولاته السوداء، وعليهم بقى ايه كور كده صغيره اللي هي شوكولاته سودا برضو وشوكولاته بيضه مش فاكر اسمها ايه. وده برضو سعره كان تقريبا 30. هكتب السعر كله برضو على السكرين زي ما قلنا. شوف بقى اخر حاجه معانا واتقل حاجه معانا النهارده، وده سعره مش هنساه 32 جنيه تقريبا، اغلى حاجه معانا النهارده ومتحمل قوي. ليه بقى؟ لان اسمه المدلعه بزياده. عباره عن ايه بقى؟ هنشيله ازاي بقى؟ ما احناش عارفين. عباره عن كريمه وبسبوسه وشوكولاته بيضه وشوكولاته سودا وكنافه ولوتس وليله جامده قوي سعادتك. ده شكله كده زي ما انتم شايفين. ناكله ازاي بقى؟ بصراحه مش عارف. شوف بقى الطعم. يا ساتر يا رب. بسم الله. يا لهوي على السكر يا ناس، مليان سكريات قوي. صراحه انا ما بحبش السكريات قوي كده، يعني اللي بيحب السكريات هيحب قوي الموضوع ده، بس انا جبته للتجربه. ما بحبش الميكسات الكتير قوي كده. الميكس الشوكولاته كان حلو واكل مع بعضه، انما ده غالي وفي نفس الوقت مش واكلين مع بعض. بس في ناس تحبه تقول لك يلا ندوس، في ناس بتحب السكريات قوي كده، انما انا ما بحبش الميكس الغريب كده شويه. برضه افتكاسه ومش وحش. نرجع بقى لسؤال فيديو النهارده، هل متروس يتفوق على تفويله؟ الاجابه بصراحه وفي نفس الوقت برضه حاجات وحاجات، بس المعظم كان اول حاجه السندوتشات من الاخر مليانه، والطعم احلى برضه الصراحه. الماتيريال وجوده الحاجات احلى، والباكج بتاعت الحاجه احلى. هو بس بيتفوق تفويله في السعر، وبرده في حاجات تفويله احلى فيها. بس الصراحه متروس حاجاته حلوه، مع ان التفويله اقدم من متروس، وهو اللي اتشهر وعمل ضجه السندوتشات دي تفويله عن متروس. بس في الاخر اهم حاجه الطعم والماتيريال يكون تمام. بس فده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه.